السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي اخواني كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا على صحه جيده. اليوم ان شاء الله البنات جيتكم بواحد الطريقه اللي هي سهله كيفاش نطيبوا الزيتون. واحد الطريقه اللي هي سهله ما فيها لا تمر لا عدب لا حتى شي حاجه. حتى بديت غسلته وانا نتفكر قلت علاش لا نشارك معكم هذه الفكره ربما تفيدكم. فغادي نبداو على بركه الله. دابا ها نتوما كيف ما كتشوفوا ها هو عندي الزيتون كحل غسلته، كنحيد منه داك الوسخ، كنحيد منه الوراق الا كانت فيه شي وراق. المهم كنغسلوه صافي. ملي كنغسلوه هانتوما كيف ما كتشوفوا الحبه كيفاش دايره، كنخليوه يتقطر شي شويه وكنشدو البيدو، يعني اي بيدو عندكم اولا بيدو داك الكبير الا كان عندكم يعني كميه كبيره ديال الزيتون الكحل غادي نديرو بيدو كبير. انا عندي هنايا غير كميه ماشي بزاف، المهم شي 2 كيلو ولا 3 كيلو عندي هنايا، غادي نديرها في هذا الفيديو هذا، والا ما كفاش غادي نكمل في الفيديو الاخر. المهم كيف ما كتعرفوا بان هذا هو الموسم ديال الزيتون، فحبيت نشارك معكم هذه الطريقه. الحمد لله الزيتون هذا العام شويه بعدا طايح في الثمن ماشي بحال داك العام. صافي غادي نشارك معكم هذه الطريقه، بقاو معايا ما تمشيو فين. صافي دابا البنات غادي نشدوا هذا الزيتون وغادي نديرو هكا في هذا الفيديو بحال هكا. راه الطريقه راه سهله سهله سهله. بالنسبه لي عنده كميه كبيره يعني يديرها غير في الدار، وفي نفس الوقت ياخذ ديك السطل ديال الصباغه اللي كيكون كبير يغسل فيها ديك، الا عنده كميه كبيره يدير فيها في السطل ديال الصباغه كبير ويدير لها الملحه، يعني الملحه الحيه اولا الملحه. المهم انا غادي نستعمل دابا غير الملحه العاديه، ما غاديش ندير الملحه الحيه لحقاش ما عنديش. صافي وغادي نستمروا ونديروا لها هاد الطريقه نيت اللي غادي نديروا في هذا البيدو. هانتوما كيف ما كتشوفوا من الاحسن البنات ديروا الزيتون يعني على يديكم في الدار، كيكون يعني طبيعي احسن، ما فيش ديك الصودا كتكون مجهده بزاف وكتجي. انا صراحه ما كتعجبنيش كيكون فيها المذاق مجهد بزاف وخايب. من الاحسن طيبوه هكا وكتبقى الحبه هي يعني، وكيطيب على خاطرو وكيجي فواحد المذاق اللي هو رائع. المهم دابا كنديروا كميه ديال الزيتون بحال هكا. الطريقه بصراحه ما كنتش غنشاركها، ولكن تغسل الزيتون شويه فكرت قلت ربما كاين اللي ما كيعرفش كيفاش يطيبوا احسن من هذيك كتقلي على الزيتون كتقلي عليه وكيخرج عاد داك الماء داك الكحل المهم داك المرجان ديالو ايوا كتكرفس الدار. المهم بالنسبه اللي في المدينه كتكرفسلو الدار بزاف، ماشي بحال اللي في البلاد في العروبيه ماشي مشكل، يعني كديري على برا وتقلي عليه وتخليه يحيد داك الماء كيجي زوين ماشي مشكل. ولكن في الدار المهم كنعطيكم واحد الطريقه اللي هي ساهله بزاف. صافي ها نتوما كندير تقريبا واحد نص الكميه بحال هكا ديال الزيتون. صافي وشنو كنديروا؟ كنضيفوا عليها الملحه. انا عندي الملحه غير ديال العاديه كنديرها هنايا. نتوما البنات الا عندكم الملحه الحيه يكون احسن. المهم انا اللي عندي متوفر انا كنوجدو. صافي منين درنا له هاد الطريقه غادي نخلطو، غادي نسد الطايه وغادي نحرك مزيان بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا خصو يكون شبعان مليحه، واخا يطلق الماء ديالو غادي يطيب في الماء ديالو يعني ما كاينش المشكل. صافي كيف ما كتشوفوا هكا، وعاود غادي نزيدو من فوقو داك الزيتون اللي بقى غادي نكملو عاوتاني ونديرو شويه الملحه. المهم غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه ان شاء الله حتى نكملوا. دابا غنديروا عاوتاني غنضيفوا شويه ديال الزيتون ونضيفوا الملحه، نضيفوا شويه الزيتون ونضيفوا الملحه وهي غدا حتى نساليو. المهم هذه الطريقه راه ساهله بزاف وغادي نخليوه يترقد بحال هكا وكل يومين 3 ايام وبقى نحركوه. كل يومين 3 ايام غنخليوه في الفيديو بحال هكا ونبقاو نحركوه بحال هكا. صافي ونخليوه دائما يومين 3 ايام نحركوه بمده ديال يعني 30 يوم ولا هذا. صافي ذوقوا الزيتون ديالكم وانتم غادي تشوفوا كيفاش داير. صافي غادي نستمروا على هذه الطريقه هذه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا حنايا درنا البيدو، هانتو كنخليو لواحد البلاصه باش نبقاو نحركوه، يعني ما غاديش نعمروه كامل حتى للفوق باش هو خصو اتساع كيف ما كيقولوا باش يبقى
باش يبقى فوق ما تحركي بحال هكا، باش ديك الملحه تتحرك مزيان مع الزيتون بحال هكا. شوف ها هي دابا تشربات الملحه، الزيتون ديالنا تشرب بالملحه مزيان. شي طريقه البنات راه كتخلي الحبه كيف ما هكا، يعني ما كتبقى صاينه، ما كتكمش ما حتى شي حاجه، كتبقى هاد الحبه بحال هكا. وهاد الطريقه ديال الدار كتجي زوينه. المهم هادشي اللي بقى لنا، راني ضفت الملحه صافي، وغنديرو شي قريعه حتى هو، غادي نخلي له شويه ديال ليسباس فين يتنفس وفين يعني وفين غادي فاش نبغي نحركو نلقى باش نحركو. ماشي غادي نعمر الفيديو حتى للفم، الا عمرت الفيديو حتى للفم ما غاديش يلقى ليسباس فين غادي يتحرك وما غاديش نحركو، يعني غادي يبقى هكا يقدر يخسر لينا يقدر. المهم كل يومين هكا فين ما نضرب دويره نحركو، يعني فين ما نضرب دويره نحركو صافي. دابا حنايا هذا حتى هو شربناه بالملحه مزيان، غادي نضيفوه في شي قرعه ولا عندي، وكل مره نبقاو نحركو المده ديال تقريبا المهم شي 30 يوم ان شاء الله، وغادي يكون الزيتون ديالنا واجد. من بعد فاش غادي نحيدو غادي نغسلو من هاد الملحه، غادي ندوقو بعدا شوفوا الا كان حلو، غادي نحيدو غادي نغسلو من الملحه. ما كفاش معكم 30 يوم يعني ما طيبش، مازال ما طابش مزيان، مازال فيه داك المذاق ديال الحار. غادي نخليه يكمل 41 يوم ولا الماكسيموم كاع الى طول 45 يوم كتلقاو واجد. واخا انا راه كنقول لكم يعني هاد التجربه اللي عطيتكم دابا راني دائما كنديرها في الدار كل عام فاش كيكون الموسم ديال الزيتون كنديرو. كونوا متاكدين بان هاد الطريقه راه ساهله وزوينه وغترحموا لي عليها الوالدين ان شاء الله يا ربي. ومهم نتمنى الطريقه تكون عجبتكم وتهلاو فراسكم، وشكرا لكم، ونتمنى عافاك تفعلوا ديروا لايك وتفعلوا الجرس وتشاركوا معايا في القناه. وشكرا لكم، الله يخطيكم، تبقاو على خير، مع السلامه.